المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: وزارة الصحة تصدر الإعلان رقم 6. تشخيص إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا. دعوة لعدم مخالفة التوجيهات الصادرة للوقاية من فيروس كورونا. وفيات كورونا بأفريقيا تتجاوز 100، والوباء يدفع للهجرة نحو الأرياف. بيونغ يانغ تتهم واشنطن بعدم التخلي عن سياساتها العدائية. والماليون يصوتون في الانتخابات التشريعية وسط مخاوف من فيروس كورونا. أهلا بكم مشاهدينا. لا زالت الحكومة الإريترية تقوم بإصدار توجيهات متواصلة بخصوص الوقاية من وباء فيروس كورونا، إلا أن تلك التوجيهات الصادرة تواجه بمخالفات كثيرة، حيث أن التجمعات وعدم التباعد في المعابد والمناسبات الاجتماعية، الأفراح والأحزان والمرافق الخدمية مقلق جدا، وفي وقت يستدعي معونات طارئة مع سرعة انتشار وتفشي الفيروس عالميا، والذي يتسبب في حالات وفيات جسيمة. يجب تطبيق المواطنين للتوجيهات وضرورة اتخاذ الجهات الحكومية قرارات صارمة. لذلك تقرر إضافة إلى التوجيهات الصادرة مسبقا التوجيهات التالية: أولا، ابتداء من 31 من مارس 2020 ستتخذ الجهات المعنية قرارات قانونية صارمة على المخالفين للتوجيهات للحد من الإهمال والمخالفات الحالية. ثانيا، ابتداء من 31 من مارس 2020 الساعة 6 صباحا تغلق المطاعم والحانات وغيرها من مؤسسات الضيافة لفترة أسبوعين، ويتم دفع رواتب العاملين في تلك المؤسسات فضلا عن عدم طردهم من العمل. ثالثا، تستثنى من عملية الإغلاق المؤسسات الإنتاجية والبنوك والصيدليات والمتاجر الغذائية والمواد الاستهلاكية المهمة. رابعا، تعليق دفع فواتير المياه والكهرباء والهواتف الثابتة لكافة الأسر لفترة شهر واحد، وذلك للحد من التحركات غير المطلوبة مع دفع مجمل المبلغ لاحقا. خامسا، وابتداء من التاريخ المذكور تغلق المحاكم في كافة المستويات ويتم تعليق المواعيد والقضايا. سادسا، تجبر المؤسسات الحكومية الوزارات والإدارات والهيئات والمفوضيات وغيرها اتباع سبل تساعد في تطبيق التوجيهات الصادرة، وسوف ترسل إلى تلك المؤسسات توجيهات مفصلة. الصحة والسلامة فوق كل شيء. النصر للجماهير، وزارة الصحة 30 من مارس 2020. أعلنت وزارة الصحة تشخيص 3 حالات إصابة بفيروس كورونا للمواطنين الذين أجريت لهم الفحوصات في المختبر الطبي الوطني، ومن بين المصابين ال3 واحدة من الإناث، وكلهم قدموا إلى البلاد قبل إعلان إريتريا توقف الرحلات الجوية، وتتفاوت أعمارهم ما بين 48 إلى 60 عاما. ومع إضافة هؤلاء ال3 بلغت مجمل حالات الإصابة في البلاد 15 إصابة. دعت جهات عدة للحد من تجاهل التوجيهات الصادرة للوقاية من فيروس كورونا عبر المؤسسات الحكومية المعنية ورجال الدين الناجم عن عدم الفهم الجيد لخطورة المرض. وخلال الأيام ال3 الماضية رصدت تجمعات في كنيسة دبريصين والقديسة مريم ومراكز دفع فواتير الكهرباء والأسواق، وكذلك مختلف المؤسسات الأخرى. وهذه التجمعات تخالف التوجيهات الصادرة وتعجل من وتيرة انتشار وتفشي الوباء. ودعا سكان العاصمة أسمرة وأصحاب المؤسسات التجارية لضرورة تنفيذ التوجيهات وعدم تجاهلها متحملين المسؤولية، ذاكرين أهمية تنفيذ وتطبيق التوجيهات الصادرة في الوقاية والحد من جائحة الفيروس. وذكروا الإدارات ورجال الدين إلى جانب التوجيهات المقدمة عبر وسائل الإعلام المحلية تكثيف التوعية مع التعامل معها بالهمة والنشاط. وذكر الخبراء بأن التباعد يعد من أهم سبل الوقاية من الوباء، وإذا لم تتخذ أي قرارات خلال 60 يوما يمكن أن يصيب الفرد الواحد 32,768 آخرين، فيما يصاب 4,000 في حين اتخذت الخطوة بعد إصابة 500 فرد، كما يصاب 8,000 في حال اتخاذ الخطوات بعد إصابة 2,000 فرد. ويناشدون بضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي.
لقد ظلت الحكومة الإيرترية تعمل لحد من فيروس كورونا والذي أصاب أكثر من 700 ألف شخص في 200 دولة، حيث منعت كل السبل التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار المرض، كمنع تجمع أكثر من 10 أفراد في مكان واحد، وإيقاف الرحلات الجوية، وإغلاق المدارس، إضافة إلى إيقاف خدمات المواصلات الشعبية. كما أن رجال الدين في إريتريا أصدروا بعض التوجيهات التي يجب أن يتبعها المؤمنون والهادفة إلى ضمان سلامة الوطن والشعب، وتتضمن التعليمات الصادرة عن رجال الدين التزام الكنائس والمساجد والجوامع بقرع الأجراس والآذان كالعادة، وإيقاف الصلوات الجماعية، وأداء المؤمنين للصلوات اليومية والأسبوعية كصلاة الجمعة والأحد في منازلهم، وأن تقتصر المناسبات الاجتماعية كالزواج والخطوبة والسماية، واقتصار مراسم الدفن وغيرها من مناسبات الأفراح والأحزان على الأقارب فقط، تلقي التحايا بالأيدي السائدة في الأحزان، وكذلك التجمعات والتعزية، وتنتهي الأحزان خلال 3 أيام. ولكن وفي التطبيق وعلى مستوى الأفراد هناك بعض التجاوزات، لذا يجب إيقافها لسلامة الشعب والوطن، ويجب على كل مواطن أن يهتم بصحة نفسه وأسرته باعتباره من صميم مسؤوليته التي يجب أن يقوم بها. وسنعرض معلومات واسعة مصحوبة بالصور تبرز المخالفات والتجاهل لتنفيذ التوجيهات في مختلف مناطق البلاد. دعا سكان مدينة عصب للقيام بمراقبة ومتابعة جادة لتأمين وتطبيق التوجيهات الصادرة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وأوضحوا بأن التوعية الجارية عبر وسائل الإعلام المحلية والإرشادات المقدمة من الخبراء الصحيين تساعد في رفع الوعي والمعرفة بخصوص المرض، داعين للحد من ظاهرة التعامل بإهمال وعدم الجدية في تنفيذ التوجيهات. وذكروا بأن ثقافاتنا ومعتقداتنا تعطي الأولوية للسلامة الشخصية والمجتمع في حال ظهور أمراض وبائية في البلاد، ويجب تطبيق التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة ورجال الدين، مناشدين كافة أفراد المجتمع بضرورة تطبيقها. وقالوا أنه رغم توقف خدمات المواصلات العامة وإغلاق المدارس الذي يلعب دورا وقائيا كبيرا، إلا أن الأطفال الذين صدر القرار بالجلوس في بيوتهم من أجل سلامتهم من هذا المرض الخطير يلعبون كرة القدم متجمعين، وهذه ظاهرة يجب التخلص منها. من جهته قال مسؤول مكتب الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيدة صفاء نغاسي بما أن الإقليم يتاخم اليمن وجيبوتي وإثيوبيا، يجب تنفيذ التوجيهات الصادرة للحد من الوباء المنتشر والمتفشي بسرعة فائقة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإيرترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلنت جنوب أفريقيا عن تسجيلها لثاني حالة وفاة من فيروس كورونا، ووصل حالات الإصابة إلى 1280. وحسب وكالة رويترز زادت 93 حالة مع دخول البلاد اليوم الثالث من عملية إغلاق عام، وأعلن مسؤولون إجراءات جديدة للتصدي للتبعات الاقتصادية. وقال مسؤولو الصحة أن حالة الوفاة الجديدة لرجل يبلغ عمره 74 عاما في إقليم كوازولو ناتال بجنوب شرق البلاد، وتم تشخيص إصابته بكورونا قبل يومين. هذا وأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات جراء وباء كورونا في القارة ارتفع إلى 117 حالة، والإصابات إلى 3924. وذكر المركز أن الوباء طال 46 دولة من أصل 54 دولة في القارة، ورصد المركز إصابة 3924 حالة بالفيروس ووفاة 117 آخرين، في حين تعافى 276 شخص في مختلف بلدان القارة. واتخذت عدة دول في شرق أفريقيا إجراءات عاجلة لمواجهة مخاطر الهجرة، إذ علقت الغابون رحلات الطيران والقطار الداخلية، وناشدت السكان عدم التوجه إلى الأرياف. قالت كوريا الشمالية عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن سياساتها العدائية على الرغم من العلاقات الطيبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال مسؤول كوري شمالي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقوض استعداد بيونغ يانغ للعودة إلى الحوار، وانتقد تصريحات أدلى بها بومبيو في الآونة الأخيرة بخصوص العقوبات على كوريا الشمالية. وكانت كوريا الشمالية قد قالت في وقت سابق أنها أجرت تجربة ناجحة لقاذفات صواريخ ضخمة متعددة الفوهات. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية أن التجربة كانت تهدف إلى اختبار الخصائص الاستراتيجية والفنية لقاذفات الصواريخ العملاقة المتعددة الفوهات، والتي تم تجربتها عدة مرات منذ أغسطس تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون تمهيدا لنشرها.
فتحت مراكز الاقتراع في مالي أبوابها لبدء التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية لاختيار ممثلي الشعب في البرلمان، والبالغ عددهم 147 نائبا. وأقبل الناخبون الماليون بشكل محدود على صناديق الاقتراع وسط مخاوف من تفشي وباء كورونا في البلد التي لم تسجل حتى الآن سوى حالة وفاة واحدة. من ناحيته قال رئيس الحكومة بوبو سيسي لوكالة الأنباء الفرنسية أنه تم إبقاء موعد الانتخابات التشريعية لتجنب أزمة سياسية تضاف إلى الصعوبات الأمنية والصحية، إضافة إلى تطمينات قدمها المسؤولون عن مكافحة كوفيد-19 في البلاد. وكان يفترض أن تنتهي في أواخر 2018 ولاية البرلمان المنبثق من انتخابات 2013 والتي حصل فيها الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا على أغلبية كبيرة، لكن الانتخابات أرجئت مرات عدة بسبب تدهور الوضع الأمني وخلافات سياسية وتتواصل الهجمات الجهادية وأعمال العنف بين المجموعات وعمليات السطو والتهريب، على الرغم من وجود قوات فرنسية وأفريقية وأخرى تابعة للأمم المتحدة. قنت بيلي إيليش من على الأريكة وعزف إلتون جون الموسيقى من منزله، وقنا فريق باك ستريت بويز في تناغم رغم وجود أفراده في 5 أماكن مختلفة، مع مشاركة عشرات من نجوم الموسيقى في حفل خيري خاص واستثنائي لصالح المحاربين ضد فيروس كورونا المستجد. ومن بين من شاركوا أيضا في الحفل ماريا كاري وكاميلا كابيلو وأليشا كيز وشون مينديز وسام سميث. والعرض الذي استمر ساعة واحدة وبثته محطة فوكس التلفزيونية دون إعلانات هو أكبر جهد فني مشترك لرفع الروح المعنوية خلال فترة مكافحة الوباء ولجمع الأموال دعما لمن يواجهون المرض في الصفوف الأمامية، ولتذكير الأمريكيين بغسل أيديهم باستمرار وبالحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس. وظهر بالفيديو مشاهير آخرون، وتم تصوير كل الفقرات التي تضمنها الحفل بالهواتف الذكية أو الكاميرات المنزلية أو عبر منصات على الإنترنت. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.